عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم الطالب ريم الفاضل درسا في اللغة العربية في درس أخبار البخلاء. إدارة أستاذ علاء الشيخ، إشراف أستاذ لبنى سليمان مكتوب. لنبدأ. من أخبار البخلاء من كتاب نوادر البخلاء للجاحظ بتصرف. خرج أحد البخلاء ومعه ابنه من بيتهما في وسط مدينة بغداد مشيا على الأقدام، فسارا ميلين أو ثلاثة ودار بينهما الحديث التالي: الابن: يا أبي، لو كنا ركبنا حمارنا أما كان أفضل؟ البخيل أو الأب: كلا، لأن ذلك يجيع الحمار فلا يكفيه قش بدرهمين. الابن: ماذا لو ركبناه واشتريت له قشا ب3 دراهم وأخسر درهما دون سبب؟ هذا والله عين السبب. وبعد وقت من المسير صاح البخيل: يا الخراب، يا للفاجعة. قال الابن: ما لك يا أبي، ماذا حدث؟ قال البخيل: الموت كان أهون علي من هذا الخطأ. قال الابن: وما هو الخطأ يا أبي؟ قال البخيل: خرجنا وتركنا السراج مضاءً ولا بد أنه أهلك نصف الزيت. قال الابن: وما العمل؟ قال البخيل: اجري الآن وأطفئ السراج وعد، سوف أنتظرك هنا. فجرى الابن وجرى حتى كاد نفسه أن ينقطع، وصل إلى البيت وأطفأ السراج، ثم عاد جاريا حتى وصل إلى أباه وهو يلهث. فلما اقترب من أبيه صفعه أبوه صفعة ترنح بسببها وكان يسقط أرضا. فصاح الابن: لماذا تضربني يا أبي؟ قال البخيل: لأن ما نقص من قعر حذائك وأنت تجري أكثر من ثمن زيت السراج، فما الفائدة؟ قال الابن: ولكنني يا أبتي علمت ذلك، فلهذا قلعت نعلي ثم انطلقت وعدت حافيا. قال البخيل: بارك الله فيك يا بني، نعم الرجل أنت. الكلمة والمعنى أو معاني المفردات: السماع: إضاعة المال بغير وجه صحيح. الفاجعة: المصيبة. السراج: المصباح، يلهث يرتفع صوت تنفسه. قعر الحذاء: باطنه الذي يلامس الأرض. حافي بلا حذاء. وشكرا لمعلمتي، شكرا يا مديرتي. شكرا لك يا مديرتي.